السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة بسيطة كده مكوناتها موجودة في كل بيت، وهتنضف لك كل حاجة في المطبخ بجد يعني، وبره المطبخ كمان. نبدأ الأول على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة جبت ليمونتين وضربتهم في بحبة مية في الخلاط بشكل بسيط جدا، مفهوش اي تعقيدات. الوصفه دي هتنضف لك، بقول لك، كل حاجه في البيت، من تلاجة ممكن تعمليها في تلاجة من جوه كمان، تنضفي بيها التلاجة من جوه ومن بره، دولاب قلموتين، في البوتاجاز تغسلي بيها البوتاجاز. بصي، لكل حاجه، للشفاط، لاي حاجه فيها يعني دهنانه سيراميك، اي حاجه ممكن، الرخام بتاع البوفيه بره، اي حاجه هتمسحي بيها هتبقى تحفه. ورخام المطبخ كمان. بعد ما صفيناها هنحط عليها حبه كرور عادي من عندنا. رخامه المطبخ دي تمسحي بيها هتخليها لك يعني مش هقول لك تنظيف وتعقيم تحفه كده. هنحط عليهم كمان حبه من الصابون السائل، يعني معلقتين كده 3 من صابون السائل. هنقلبهم بقى كويس وتحطيهم في بخاخة وتعملي بيهم كل حاجة. هنحطهم كده في بخاخ، ولو فضل حاجة تانية هنحط عليهم حبة مية كمان. هنزودهم حبة مية ونكمل بيهم الشغل اللي قلتلك عليه كله. وشوفي النظافة والحلاوة كده واللمعان في الحاجة اللي هتنضفيها. هوريكي على سبيل المثال مثلا الرخامة اللي احنا معمولين عليها دي، طبعا الصابون الليمون ما خلاش فيه رغاوي في الصابون، بس طبعا ليها فعالية جامدة. الليمون ليه فعالية مع الكلور مع الصابون، هيديكي يعني ايه تنظيف جميل جدا. بصي بالتنظيف حاجة تلمع كده وتبقى فلة، وحاجات بسيطة جدا ومكونات بسيطة جدا من البيت. مثال تاني، التلاجة كده من بره، وبما ان فيها كلور وليمون ممكن تعملي فيها التلاجة من جوه، هتخليها لك نظيفة جدا. بس البخاخ ضايقتني فهنغيره بحاجة تانية عشان ما تقولوش ده كان يعني فيديو تاني او حاجة تانية. هي بس الراس كده هو حاجة بيبوظ بسرعة، مش عارفة ليه. نرجع تاني. لو فضلتي معايا بقى لغاية كده اهوت، احنا فيديونا خلاص خلص. يا رب يكون عجبك ونرضاكي واستحسانك. لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس وصلك مني كل جديد. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.